بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم جميعا، يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة، ويا رب يعود علينا الأيام الجميلة بمناسبة شهر رمضان الكريم. أخش معاكم يا جماعة في الموضوع على طول، لكن في البداية كده ما تنسوش فضلا وليس أمرا تدعموا الفيديوهات يا جماعة بتاعتنا، مهم جدا جدا بلايك وشير علشان نقدر نستمر مع حضراتكم. وأنا بدعوكم من الحلقة دي مخصوص تتابعوها من اولها لاخرها، لان هتلاقوا فيها، والحمد لله يا رب العالمين، اللي متابع قناة الكرة مع حس عارف مدى المصداقية، والحمد لله ان احنا سباقين بالبيانات والمعلومات اللي ممكن تسمعوها خلال يومين او كمان اسبوع. ويمكن انا في الحلقة اللي فاتت وضحت لكم الانفرادات اللي احنا بنعملها بالصوت وبالصورة من 8 ايام. هكلمكم في موضوع خطير جدا. عملها الأسطورة لبيب، حطه صح قوي. أسرار وكواليس تحكى لأول مرة. الزمالك مبسوط وكهربا مبسوط. هنشرح بالتفصيل يا جماعة، واعذرونا الحلقة دي يعني هتبقى طويلة شوية، فيا ريت كده اللي بيشرب شاي يجيب كوباية شاي ظريفة ويحضرها جنبه، لأن هيسمع كواليس خطيرة جدا بتحكى لأول مرة، وإيه التفاصيل وكواليس دفع غرامة كهرباء كل صغيرة وكبيرة تمت خلال ال 48 ساعة الأخيرة. وطبعا زي ما قلت لكم الحمد لله أنا في حلقة 21 اللي هي اللي متابعني، كنت أنا الحمد لله من أوائل الناس اللي قلت خلاص في اتفاق في غرف سرية ما بين الزمالك والأهلي على المبدأ لدفع فلوس كهرباء، وقد كان. ويمكن سمعتكم جزء من الحلقة النهاردة في الفيديو اللي فات. طيب الخطيب يا جماعة والكابتن حسين لبيب كانوا متواجدين في فرع بنك مصر النهاردة صباحا، ومعاهم بعض الشخصيات في كورنيش النيل، يعني فرع بنك مصر وكورنيش النيل. والكابتن الخطيب صمم ان هو يكون موجود. ليه؟ لان في الحقيقه خاف من اي احتكاك يحصل من كهربا، لان عارف ان هو انفعالي ما بينه وما بين الكابتن حسين لبيب، وايضا وكيل اللاعبين الكابتن او الاستاذ احمد يحيى كان موجود. احمد يحيى ده يا جماعه ما شاء الله عليه، يعني شغال على كل لون يا باتيستا. وكيل لاعبين سمسار، داخل حتى في الغرامات، داخل في كل حاجه، وانا هشرح لكم ليه. وطبعا الاستاذ محمد الجرحي، وكان ايضا محامي كهرباء متواجد. كان في اكتر، ومحامي نادي الزمالك، كان في اكتر من شخصية متواجدة. طبعا يا جماعة كلنا شفنا في البداية بيان نادي الزمالك لم يذكر القيمة اللي اتدفعت بالدولار ولا لا. هو قال كهربا دفع الفلوس بالكامل. قيمة الغرامة 2 مليون و400 ألف دولار، فدي قيمتها، لكن ما ذكرش ان هي اتحولت بالدولار ولا لا. والله يا جماعة في معلومة كده هي لسه وصلاني النهاردة بتقول، دي انا هتأكد منها وبرضه هطلع اكد لكم عليها، ان كهربا دفع الفلوس بالمصري بعد استئذان الفيفا. لان طالما يعني صاحب الغرامة والمتغرم، يعني القضية كلها على ارض مصر، فالفيفا بتجيز دفع الغرامة بنفس عملة البلد. هتأكد من المعلومة، يعني لازم اتأكد بقى من حد متخصص فعلا في لوائح الفيفا، علشان ما نبقاش نطلع بنقول اي كلام وخلاص. حد هيقول لي طب ما الاستاذ هشام نصر نائب رئيس مجلس اداره الزمالك كان طلع من يومين وقال ان احنا هناخد غرامه كهرباء دولار بالدولار ودولار ينطح دولار. هو في الحقيقه ما كانش يعرف ان في اتفاق تم ما بين الكابتن حسين لبيب مهندس السعاده للزملكاويه. قول بقى يا حبيبي زي ما انت عايز تقول. لازم يا جماعة ننسب الفضل لأصحابه، وأنا قلت لكم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إحنا كنا عايشين في زمن الشائعات أيام مرتضى منصور والأكاذيب والأساطير الوهمية اللي كان مرتضى منصور بيفتعلها لنفسه، ودايما كان هو اللي يطلع يتكلم على نفسه أو مسخر مجموعة
من هزازين الرؤوس علشان يألفوا الحكايات عليه علشان أتباعه وأنصاره. لكن خلي بالكم تعرفوا دايما الناس المحترمة اللي هي فعلا بيجي من وراها الخير وما بتطلعش تتكلم عن نفسها. علشان كده لازم ربنا بيسخر لهم ناس زي حالاتنا تطلع تتكلم عنهم، لان هم في الحقيقة يستاهلوا كل الخير. مهندس السعادة، تاجر السعادة للزمالك وللزملكاوية، حسين لبيب، وحط معاه اعضاء مجلس الادارة بالكامل، قمة في التفاني والتواضع والاخلاص بدون اي ما ياخدوا مصالح بقى، وانتوا عارفين. فحسين لبيب عملها صح وحطوا الكهرباء صح. مش كهربا بقى اللي حطه صح زي ما كان هو بيتريق على جماهير نادي الزمالك. يا جماعة الرقم كبير، الرقم كبير وحراق قوي. مين معاه ده يا جماعة؟ اللي معاه يعني 75,000 جنيه في الزمن اللي احنا فيه ده، مش 75 مليون جنيه. ده غرامة الزمالك اللي فك القيد على ما اعتقد كانت تقريبا كلها 100 مليون جنيه. يعني انت الزمالك ما كانش قادر وما كانش قادر ياخد نفسه وموت نفسه علشان يقدر يجمع المبلغ ده ويفك الحجز عن نادي الزمالك اللي من بعد قدر يجيب صفقات. وشوفوا قد ايه كانت التحديات. ما بالكم ان كاش ماني اتحطت الفلوس. انا حابب ارد بس يا جماعه على الجماعه الهبيده اللي هم عمالين يقولوا لك الفلوس حطيتها بالمصري. هو انت يا حبيبي انت وهو كان الزمالك طايلها اصلا؟ ده الزمالك حفي وراها 5 سنين، 5 سنين، والاهلي كان عمال يعند في مرتضى منصور من قله ادبه وطولة لسانه. نقول كلمه حق نقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى، نقول ان دي معلمة وهندسة وضربة معلمين يا جماعة كبيرة جدا. يعني بعد اجتماع كمان الاهلي مفيش من اسبوع تقريبا مع الزمالك، وبعد ما تحسين العلاقات مع الاهلي، خلاص هو ده السبب الحقيقي. سيبك بقى من اللي يقولك اصل الاهلي علشان يعني حط الفلوس دلوقتي علشان خلاص ده مش موسم الصفقات. لا يا حبيبي، حطها لان رقم واحد تحسين العلاقات تم، رقم اتنين ان خلاص اللاعب كان على اعتاب ان هو يتعزل تماما من لعب كرة القدم. وفي سبب تالت انا هشرحه لكم دلوقتي حالا. السبب التالت يا جماعة، طالما احنا بنستدرك في الأحداث كده شوية بشوية، إن كهربا هيقعد النهاردة الساعة 10 بالليل، ودي معلومات حصرية لحضراتكم مع شركة تسويق علشان تسوقوا للدوري السعودي. لأن في ناديين في الدوري السعودي عرضوا عليه رقم كويس، بس قالوا له يا كهروب خلص نفسك من الغرامة وخلص نفسك من المشاكل وتجيلنا كده خلصان مشفي علشان ما يتوقفش، وده حقهم. ده السبب التالت اللي خلى كهربا يدفع في التوقيت الحالي. دي جزئية. طبعا يا جماعة كان بيان الدكتور مكتب الدكتور كمال شعيب مستشار القانوني لنادي الزمالك اللي هو أكد، واحنا نادينا قبل كده، ان الدكتور كمال شعيب المتخصص في الشؤون الرياضية بالذات هو اللي يمسك قضايا نادي الزمالك. ده ما كانش موجود في عهد مرتضى منصور، الله اعلم ليه. في اسباب خفيه كبيره جدا جدا كان بتمنع ناس محترمه كتير ان هي تشتغل مع نادي الزمالك. اعلن نفس الكلام، ما قالش ان الفلوس اتحولت بالمصري، لكن قال ان الزمالك اخذ الغرامه بالكامل. في الحقيقه يا جماعه كواليس بقى الغرامه دي اتصرفت ازاي وكهربا صرفها ازاي. لو تفتكروا يا جماعة تقريبا من 6 شهور او اكتر في حساب مشترك عامله الاستاذ محمد الجرحي مع كهربا في بنك CIB ب2 مليون دولار و350 ألف دولار. المفاجأة بقى هنا يا جماعة ان كهربا كان مستني بقاله اسبوع لما يحصل على اعلى سعر، الله اعلم سعر البنك ولا سعر بره، بس انتوا اكيد هتفهموا. يعني مش هنقدر نفسر اكتر من كده. المهم ان الفلوس دي اتفكت النهارده في مكتب الكابتن صالح سليم في داخل النادي الاهلي ب141 مليون جنيه.
عشان كده انا بقول لكم يعني ده سعر ايه ما شاء الله. فلو حسبتوها كده يا جماعة هيتفضل 66 مليون جنيه لكهربا. كهربا حطهم برضو وديعة في حسابه، يعني عمل بقى وديعة تانية خالص ليه بفارق ايه المبلغ. علشان كده كهربا مزقطط ومبسوط، وطلع بيان من شوية هقول لكم عليه برضو هشرحه لكم دلوقتي. طيب الزمالك كهربا بقى في الواقع يا جماعة كمان، ودي معلومة حصرية لحضراتكم، ادى الزمالك 68 مليون جنيه فقط، مش 75 جنيه، مش 75 مليون زي البيان ما هو طالع، والسبعة مليون جنيه شيك قابل الدفع بعد 10 شهور. احمد يحيى اخد 2 مليون جنيه عمولة من كهربا، و2 مليون جنيه عمولة من نادي الزمالك، يعني 4 مليون جنيه. كهربا معلومات برضو ومفردات لحضراتكم. حجز فيلا من حقه بقى يتدلع، يعني ما شاء الله دفع الغرامة وكمان اتفضل له عشرات الملايين. حجز فيلا في كومباوند زد بمقدم 5 مليون جنيه. في الحقيقة يا جماعة الكابتن الخطيب كمان وهو مع الكابتن حسين لبيب، وشوفوا بقى التواصل يا جماعة لما يبقى ناجح. انا قلت لكم ده من نجاح مجلس إدارة الزمالك بقى. الخطيب الكابتن أسطورة النادي الأهلي وأسطورة مصر بتقابل مع الأسطورة حسين لبيب عادي جدا، الكلام ده ما كانش فيه. علشان كده انا بقول لكم دي من ثمارات ونجاحات مجلس حسين لبيب، ان هو علاقته كويسة بالجميع. وطلبوا فعلا من معالي الوزير وطلبوا من تركي آل الشيخ ان يبقى الحكام اجانب، وده تأكيدا للاخبار اللي هي اتسربت ان قالت خلاص هيبقى طاقم تحكيم اجنبي من احد الدوريات الكبرى. ودي حاجة كويسة برضو يا جماعة من النادي الاهلي، وده برضو حق من حقوق نادي الزمالك ان هو اكتر واحد بيتظلم في موضوع الحكام. فبرضو اللي هيطلع ويقول احنا نفسنا الزمالك ان هو يطلع بيانات رسمية يقول لا ان انا بطالب بكذا او بعمل كذا، اهو يا حبيبي في حاجات بتخلص بكل سلاسة وبكل سهولة. عشان كده هي مش وقت الجعجعة الفاضية وان انا اعمل بيانات وخلاص. وكويس جدا النادي الاهلي تفهم رغبة نادي الزمالك. لو تتذكروا كل مسابقات الكاس اللي اتلعبت في الفترة الأخيرة ما بين الأهلي مثلا وبيراميدز كانت بحكام مصريين، ولا بيراميدز كان قادر يفتح بقه. علشان كده الزمالك هو اللي ليه الدور الأكبر في طاقم التحكيم اللي جاي رغم تصميم اتحاد الكورة، وخد الأهلي كمان في صفه. دي ثمرة العلاقات الطيبة. في الحقيقة يا جماعة كمان ان شاء الله طبعا يعني كل التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك في المرحله القادمه، وخصوصا طبعا نادي الزمالك لان انا بنتمي له في الحقيقه، وده شرف كبير جدا مع بعضه شرف ان هم اهم حاجه يلعبوا مباراه طيبه، ويكون التشجيع مثالي في نهائي الكاس اللي هيتابعوا ملايين الملايين داخل مصر وخارجها من جميع انحاء العالم. بيان كهربا يا جماعه قال طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي شمت فيا وكل اللي قال كهربا انتهى. الحمد لله انا بخير، والحمد لله ربنا نصرني. وبشكر الكابتن محمود الخطيب، وبشكر كل واحد في النادي الاهلي من اصغر واحد لاكبر واحد. في الحقيقه كده نبقى خالصين، كل واحد خد حقه. الزمالك اخد حقه، وكهربا دفع اللي عليه، والقضية اتقفلت خلاص للأبد. وده المهم في الحقيقة. واللي زعلان كمان تعالالي هنا، تعالالي ان الفلوس بالمصري ما تقلقوش يا جماعة، عند الزمالك اللي يقدر يحولها لدولارات يعني بنفس قيمة البنك مفيش اي مشكلة. يعني الزمالك لو حب يحولها دولارات مش هيغلى، بيبقى ايه المشكلة وايه المانع؟ عشان كده بقول لكم دي ضربة معلم. طبعا يا جماعة كهربا لما عرف ان الزمالك قبل ان هو كابتن حسين لبيب واداره الزمالك وافقوا ان الغرامه تحول بالدولار، جري على مكتب محمود الخطيب مع حفظ الالقاب. والاتنين سواء الاسطوره الخطيب او كهربا ما كانش مصدقين نفسهم وزقططوا من الفرح، لان هو اهو ما هو
طلع ان هو كسبان. يعني هو لو كان حولها بالدولار ما كانش هيطلع له، ما كان لو كان حول الوديعه اللي عاملها زي ما هي، ما كانش فكها لمصري، ما كانش هيطلع له ال 66 مليون جنيه فارق. فاللهم صل على النبي، ربنا يزيد الجميع. انا قلت لكم اهم حاجه ان الزمالك كده مرضي واخد حقوقه تالت ومتلت، واستفاد من كهربا وهو بيلعب، ولما احترف في السعودية ايضا الزمالك استفاد، ولما هرب برضه استفاد كده. كل ذي حق اخذ حقه، وهو هو ده المطلوب، ان محدش يتنازل عن حقه بالمستحق وبالحق بتاع ربنا. يا رب كل الخير والتوفيق للكرة المصرية في الفترة الأخيرة. ودايما يا جماعة إن شاء الله يعني تستمروا في متابعتنا في الكرة مع حس. بنوعدكم بأخبار كلها سليمة، وبنوعدكم بتغطيات حصرية لما يحدث داخل الساحة المصرية لحظة بلحظة. أهم حاجة لو تكرمتم للمرة المليون بيشوف الفيديو 10 يعمل لايك. اللايكات مهمة جدا جدا، ولو تكرمتم شير كمان. ومهم جدا جدا برضو اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. طبتم ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.